الواحد كده يا جماعة بيبقى قاعد يعني ما شاء الله طاقة إيجابية من الناس كلّها، تفاعل كبير، الواحد أصلًا بيستمد الطاقة الإيجابية بتاعته دي من الناس، ييجي لك واحد بقى زي الأستاذ ده كده ممكن يقفل لك كل حاجة، يعني يحسسك إن أنت بتضحك على الناس وهو الوحيد اللي في العالم اللي فاهم كل حاجة في الأحذية، فأنا ضروري أرُد على الناس دي، فإحنا قررنا إن إحنا لازم نرُد عليه، نرُد عليه إزاي بقى؟ نضرب الطقم بتاع حنفي القُبّعة عادل إمام، ونطلع بقى إيه التوكيل نشوف الموضوع ده هيمشي إزاي، يالّا بينا يا جماعة. مبدئيًا كده أنا في سيتي ستار هو أجمد مول عندنا في مصر عامةً في البراندات يعني، هاوريكم بقى الحاجات اللي أنتم بتقولوا عليها. طيب ماشي باي باي. قولي هو فين الفلوس بتاعت نفس عايز أسألك سؤال، هو الناس إزاي والّا الخوف مش لسه باقول يعني ده مش فرز حاجة معينة مختلفة، الناس إزاي ده طبيعي، آه، في لزق زيادة ماشي. طبعًا يا جماعة أنا سألت الراجل اللي قدّامي فاهم، يعني سألته قدّامكم كده عشان خاطر يعني إيه، يبقى الموضوع بسيط، يعني إيه سبب اللزق ده؟ قال لي عادي ما فيش مشكلة يعني، الحاجات الأصلية بتبقى فيها لزق عادي طبيعي يعني حاجة طبيعية جدًا يعني، ده فعلًا طبيعي أنا مصدّق كلامه، بس هو ما عندوش المعلومة اللي واقف مثلًا في المكان ما عندوش المعلومة الكافية هو ليه اللزق ده؟ أنا هاقول لكم ليه اللزق ده بس في آخر الفيديو لمّا نشوف كام فرع كده من الفروع التانية اللي شبه كده، ونشوف اللزق ده موجود كتير والّا لأ. الموضوع يا جماعة بيتلخص في حاجتين هنقولهم بس في آخر الفيديو خالص، عشان بس إيه لمّا يكون حد مش فاهم حاجة لازم يعني إيه يسأل، طب هو ليه لزق؟ طب هو ليه كذا؟ هو ليه كذا؟ ساعتها بقى أنت ممكن تعرف ليه، بس الفيديو ده هيبقى مرجع لأي حد ممكن يكون مثلًا بيتكلم عن اللزق أو الكلام ده، لإن إحنا جوّه التوكيل بالضبط يعني بنتكلم في توكيل في لزق، في حاجات عندنا ما فيهاش لزق وكتير يعني الحمد لله يعني. خليكم معانا. الموديل ده موجود عندنا يا جماعة والله. أهو ده، وده عندي منه أطفالي. الجزمة دي برضو موجودة عندنا على الصفحة موجودة. أنا عايز أقول لكم إن سعرها 8000 جنيه. زي ما أنت شايف كده ده الجزء اللي هو بتاع الأون كلاود. الجزمة دي في عميلة واخداها مننا يعني في اليوم اللي أنا بصور فيه ده، يعني هي لو العميلة شافت الشوز ده هي هتعرف يعني. بصوا ده يا جماعة ريبوك، يعني احنا لو بنتكلم عن الأسعار بصوا أقل شوز في التوكيل عندهم بكام؟ 4000. ازاي بقى؟ 4000 وريبوك يعني فاهم اللي هو العادي خالص يعني هو جامد، مش بنقول حاجة لا وحشة، لا ده جامد يعني ده ب 2750. هو الموضوع ظالم خالص ان الاسعار بتاعتنا تبقى متشابهه خالص يعني انسى الموضوع ده انساه يعني مش هتلاقي اي حاجه عندنا قريبه من الاسعار قريبه مش معقوله مش هتحصل يعني انا ما عنديش ريبوك اول حاجه لو عندي ريبوك هتلاقيه في فرق مثلا
اكتر من 1000 وشويه، لان الريبوك ما بيبقاش اصلا اسعاره غاليه. اتكلم بقى عن نايك والموديلات العاليه والاديداس وريبوك والسكتشر. انا ما شفتش هنا سكتشر بصراحه، مفيش في المود ده، ما شفتش، بس نحاول نشوف، نحاول ندور. سعرها يعني 7000 وشويه. بصوا، سبعات 4. دي برضو كانت عندي نفس الشوز ده، وده انا وريته لكم اصلا. الفرع اللي انا كنت فيه ده مش فرع نايكي ولا اديداس، ده وكيل واخد من كذا حاجه زينا كده، نفس الفكره بتاعتنا، بس عنده حاجات جميله بصراحه، عنده حاجات جامده جدا، بس اسعارها يعني ما شاء الله عاليه قوي قوي. يعني احنا عندنا حاجات نفس التيشيرت هي بالظبط، بس عندنا طبعا الاسعار يعني في اختلاف كبير جدا جدا جدا. يعني في اختلاف بال 4000 جنيه وبال 5000 جنيه طبيعي يعني. وده الميزه، دي الميزه اللي انتوا بتاخدوها مننا، زائد طبعا ان المنتج بتاعنا اصلي مليون 90,000 100%. يعني انت لو جيت باي شوز، انا جاي هنا والوقت متاخر وكنت عايز اخد شوز كده واطلع بيه، بس يعني انا مش عايز انا اعمل كده عشان ما حدش يقول لك انت خدت شوز من عندك وانت عارف ان هو مثلا الشوز ده هو كده، وانت عارف ان الشوز اصلي مثلا، فانت واخد حاجه. لا، انا عايز حد يجي ياخد اي حاجه. ده مش ملوش علاقه بالراجل اللي هو اللي بعد ده خالص، لا لا لا. احنا عايزين يبقى عندنا مرجع للناس ان هي تكون بتصدق ان البني ادم اللي عندكم ده اللي اسمه اسلام، اللي هو انا ده، ما بيجيبش حاجه ولا كوبي ولا ميرور نهائي. ده الهدف من الفيديوهات، مش الهدف ان انا اوريكم احنا اسعارنا اقل وبتاع. لا، اكيد اسعارنا اقل عشان دول وكالات بيدفعوا ارقام كبيره، احنا برضو بقينا متشافين شويه، فمش هينفع نقول اي حاجه تاني. فدول وكالات بيدفعوا ارقام كبيره قوي عشان يعملوا اعلانات كبيره قوي، والايجارات هنا غاليه جدا، فطبعا اسعارهم لازم تكون عاليه. احنا بقى بنعرف نوفر المنتج ده اللي انتوا بتشوفوه عندكم هنا في الصفحه باقل الاسعار. يعني مثلا قطعه انت ممكن تجيبها ب 8000 جنيه. طب 8000 جنيه دي لما تاخدها مني انا، اغلى حاجه عندي ب 2500 جنيه، 2600 جنيه. انت عارف انت موفر كام؟ انت موفر فوق ال 4000 جنيه او اكتر. من ضمن الناس برضو اللي كانت بتقول لك ايه، انتوا الاسعار بتاعتكم زي التوكيل. الاسعار بتاعتكم زي التوكيل. والله لو في قطعه عندي بنفس السعر بتاع التوكيل، انا اقفل، محدش يشتري مني اصلا. الناس هتشتري ليه؟ طب انا اسعاري زي التوكيل. فالاسعار في حته بعيده خالص، الوكيل بيبقى اغلى من الاسعار دي. بصوا كده، بصوا يا جماعه، ده المحل اللي انا كنت بصور فيه، وده الاسم بتاعه، ولا نايك ولا سكتشر ولا اي براند مثلا انت تعرفه، لا ده وكيل عنده براندات مجمعه. طب يعني في نهايه الكلام، يعني انت عايز توصل ليه يعني يا اسلام؟ يعني من الاخر عايز تقول للناس ان انت احسن من التوكيل؟ انا مش عايز اقول للناس كده خالص نهائي. انا بس حبيت اعرف الناس ان موضوع اللزق ده ملوش اي علاقه خالص ان الجزمه تكون اصليه او مش اصليه. اللزق ده موجود في التوكيلات عادي، وانا صورت اهو دلوقتي من التوكيل. والاستاذ اللي رد عليا ده المفروض ان هو يكون برضو هو عنده معلومه وفاهم وكده. الشباب اللي بتبقى واقفه في التوكيلات يا جماعه اغلبيتهم بيكونوا شكلهم كويس او تعليمه كويس، فبيتقدم لوظيفه زي الوظيفه دي فبيتعين، لكن خبراته ممكن تكون مش معروف، يعني معدومه. الشوز اللي بيبقى عليه لزق زياده ده في جريد A وفي جريد B وفي جريد C كمان. الجريد ده هو درجة الكواليتي اللي اتعملت بيها الشوز صح. يعني جريد ايه ده بتلاقي مفيش لزق زيادة، الجزمة الغرز بتاعتها مظبوطة جدا، التفاصيل مظبوطة جدا، أصلية. والجريد بي أصلية والجريد سي أصلية، التلاتة أصليين. بس وهم بيصنعوا اللي واقفين على المكن دي ناس عادية زي وزيك كده، فممكن حد فيهم يغلط، يسيب زيادة في الكلها، يسيب زيادة في الخيط، يحصل حاجة مثلا متبقاش مظبوطة قوي، فممكن بتروح لفئة زي فئة الاوتلت، او ان هي بتتباع في الستور بس للشرق الاوسط، لمصر مثلا، للهند، مثلا للبنان، مع احترامي كل البلاد طبعا، بس بتروح للاماكن دي، ما بتروحش مثلا على اوروبا، ما بتروحش مثلا على امريكا. اوقات في امريكا ممكن تلاقي حاجات زي كده فيها لزق زياده، بس بتلاقي في البراندات اللي هي زي مثلا روش، مارشلز، الحاجات اللي هي ايه، البراندات اللي بتبقى واخده اللي بيتبقى من كل الوكالات اصلي 100%، مفيش جدال عليه، بس بيكون
تسميه زي الجريد A الجريد B او الجريد C زي ما انا بقول لكم كده. حاجه مثلا زي ده يا جماعه، مثلا ايه ده جريد A مثلا، اللزق مش باين خالص خالص نهائي، مفيش اي لزق في مش عارف ايه، كل حاجه مظبوطه 100%. ده مثلا ده جريد بي، ده جاي من امريكا على فكره بالمناسبه. اهو بص ده اللزق الزياده، هو بيبان اللزق في الاسود، يعني اغلبيه الشوزات الاسود هو اللي بيبان فيها اللزق، في شوزات اسود ما بيبانش فيها اللزق. احنا بس حبينا ناخدكم كده في جوله ونعرفكم ان احنا ما بنقارنش نفسنا بالتوكيل نهائي خالص، ملناش علاقه بالموضوع ده، ولا بنقارن نفسنا بالاسعار دي. لما حد بيقارننا بالاسعار، يعني يقول لك انت اسعارك زي التوكيل، احنا بنحب نرد بالفيديوهات دي. واتمنى ما اكونش طولت عليكم وشرحت اللي انا عايز اشرحه. وما انا برضو ايه، هيجي ناس برضو يقول لك ايه، لا انت بتقارن نفسك بالتوكيل. انا وضحت اهو، مش عارف اعمل ايه تاني. السلام عليكم.